الله يا جماعة، من ربكم خير. جاء لكم بحلقة جديدة وكلام جمهور عن ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد. ومن القلائل انك تلاقيني ان انا سعيد من بعد ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، وخصوصا في الانفيلد. يعني متعة متعة متعة. سيبني عشان انا مزقطط النهارده، وما تقوليش عيوب، ما تقوليش ان الليفر كانت ضغطة، ما تقوليش مانشستر يونايتد كسبت يا باشا، واحنا خدنا 3 نقط وكنا افضل في الماتش. واي حاجه انت عايز تقولها قولها. انا شايف مانشستر يونايتد عملت ماتش عالمي، ماتش من اللي انت تحب جدا ان مانشستر يونايتد تلعب بيهم كده على طول عادي. كل الفرق الكبيره ما عنديش مشكله. تعالوا نخش في الفيديو على طول. ما تنساش لايك وسبسكرايب عشان ده اشرف في قناه كوره في شوال. كل الوصف بتاعنا تحت الديسكريبشن، ويلا بينا نخش على الفيديو. زي ما بقول لك، بدايه ماتش خرافيه ولا اروع، ومفيش حد كان يجي في مخيلته ان مانشستر يونايتد تبدا اول دقيقتين 3 1-0 لمانشستر يونايتد. انت داخل من بدايه الماتش كده، انت المفروض اصلا خسران، لان ده على ملعب ليفربول، فانت اصلا نازل ملقلق ان هو في ارض ليفربول، فهي اللي واخده الشجاعه اكتر. لا، انت تكون داخل دايس عليهم بكل ده في اول دقيقتين بهدف لمبويمو. هدف رائع وهدف حلو جدا، في سنه حظ، ولكن زي ما بقول لك انا ماليش دعوه. انا كسبت النهارده وخدت ال3 نقط وجون، ولا اروع ولا احلى من كده. ومفيش حد مش هيعوز جون زي ده بره ارضه في فرقه سيئه. فجبت جون. مانشستر يونايتد تراجعت قوي ودافعت قوي، وكنا بنظهر في لمحات بسيطه، ولكن قدرت اطلع باللي انا عايزه. قدرت ان ليفربول انا عارف ان هجومها مش شغال قوي. واحد زي محمد صلاح، معلش انا اسف، ميت. ايزاك ميت، هو راخر. الحمد لله بيلعب لي واحد بس في الهجوم هو اللي شغال شويه، كودي جاكبو، ده اللي كان جاي من عنده كل الخطوره. لعب لي ال3 خط نص ما فيهمش حد قوي بيزيد الدرجه الجامده ان هو يعمل لك مشاكل قوي في منطقه ال18. ده كويس جدا، قدرت تطلع باللي انت عايزه بماتش هايل. كاسيميرو كان عامل ماتش رائع قبل ما يتصاب. اماد ديالو ماتش عالمي. هكذا مبويمو اللي عمل ماتش كويس جدا. برونو فرنانديز، كل الفرقه بصراحه عملت ماتش هايل جدا، ما عدا واحد بس عليه علامه استفهام، وهو كونيا اللي زي ما بقول لك انا اكتر واحد كنت متوقع له النجاح والانبهار في مانشستر يونايتد وهو كونيا. ولكن من ساعه بدايه الموسم وانا مش شايف اي حاجه من كونيا، واسوأ صفقه لمانشستر يونايتد بصراحه. حتى الان كنا بنقول لامينس ده الحارس اللي جبناه لامينسن، ولكن الراجل بصراحه عالمي يا جماعه. الراجل ما شاء الله عليه. ابعدوا عننا والنبي عشان احنا ناقصين. مش مصدقنا حارس طلع. ابعدوا عننا عيونكم، ابعدوا عننا، ابعدوا عن مانشستر يونايتد خالص. ما صدقنا ان احنا نشم نفسنا شويه ب3 ماتشات على التوالي تقريبا فوز، لو انا مش غلطان، او ماتشين. بنبدا نعمل حاله كويسه جدا. اموريم اللي حسيت لا التوليفه بدات اهي تظبط شويه مع اللعيبه. لامينس ان حارس بقى كويس جدا. لوك شو اللي بدا يبقى تمام. هكذا ديليخت. ماجواير اللي ما بيبانش قوي ولكن بيكسبك حلو جدا. كاسيميرو اللي رجع لادائه بشكل هايل جدا. دالوت اللي شكله كويس. ديالو اللي بدا يرجع لمستواه الطبيعي. هكذا برونو فرنانديز اللي بدأ يخش في المنظومة واحدة واحدة. ماونت اللي رجع بشكل كبير كورته كويسة. لسه ما رجعش ماونت بتاع تشيلسي، ولكن هو والله مش وحش في وسط اللي موجودين. امبويمو المنقذ بتاع مانشستر يونايتد بعد ما كان الكل بيتريق عليه في البري سيزون، وفورمة ابو مازن السوري ومش عارف مين وابو ريم والكلام ده كله. هو كونيا بس اللي يعني في كلام. سيسكو هكذا النهارده ما لحقش يعني قوي يلعب. الراجل انت كده خلاص، انت نازل ورا الكوره، كنت يعتبر زي ما بقول لك. فمش هتلاقي ان التبديلات نزلت قوي عملت فارق. مش هتلاقي ان في تبديله تقول عليها دي تبديله هايله. لا، كل التبديلات انت نازل، انت ورا الكوره. سبت الكوره لليفربول، اعملوا فيها ما بدلكوا. انا بدافع فقط، عندي حارس كويس جدا بيقدر يتعامل مع الكرات. عارف ان في حظ كبير لمانشستر يونايتد، ولكن يا اخي مره من نفسي اكسب بالحظ. عادي
ياما لعبت كويس وخسرت وخدت على عيني وكل حاجه حصلت فيها ايه لما العب ابقى. وعلى فكره انا ما لعبتش وحش يعني، مين مش عارف مين اللي هيثبت فكره ان مانشستر يونايتد لعبت وحش وهي كان الفريق الاضعف والكلام ده. هو الفريق الاضعف ما عندناش فيها مشكله، ولكن لا، انت كنت خطير جدا على ليفربول. انت كنت بتروح بكذا كوره، الشوط الاول ممكن كان يطلع بثلاث اربع تجوان، زي ما الناحيه الثانيه كان يقدر يطلع بثلاث اربع تجوان، ولكن هي فرصهم كلهم تسديدات، فرصهم كلهم اللي هي كوره جت في العارضه. تمام، انا ما عنديش مشكله، انا بتكلم ان الكوره انا اخطر في ايه؟ الكوره اللي وقعت من ممردشفيلي، الكوره اللي كانت لمبويمو اللي كانت قدام الجول مره واحده سابها وكانت تسديده من برونو. في ايه تاني؟ في كرة تانية او مش فاكر ده الشوط التاني ولا لا. فانت هو بتقول 3 فرص غير الجون اللي جبته ادي 4. ان عارف ان جاكبو جاب كورتين في العارضه وكذا كوره ما كناش موفقين فيهم قوي، وفي كلام ان كان ليهم ضربه جزاء. انا شايفها ليست ضربه جزاء على الاطلاق. اللاعب حاطط ايده في مسافه جسمه التشريحي الطبيعي ليها، ان هي ما تكونش ضربه جزاء على حسب القوانين اللي نزلت في البريمير ليج وفي في الكاف في الفيفا، ان خلاص طالما دي في نفس الحيز بتاع جسمه اللي هو ما طلعتش مش مادد ايده مثلا ولا حاجه، فيبقى هي مش هندس، فاذا هي مش ضربه جزاء بصراحه بالنسبه لي. النهارده زي ما بقول لك هو يوم ممتع لكل جماهير مانشستر يونايتد، وانا شخصيا انا كنت متفائل. هتقول لي غريب جدا عارف، بس انا بص انا مش واثق في الفريق قدام فرق صغيره. تعالى لي قدام فرق كبيره احط ايديا في عين التخين عادي جدا ولا يهمني. قدام الفرق الكبيره، الفرق الصغيره لا يعني والله الماتش الجاي عادي جدا ممكن نخسر، بس انا فرحان النهارده. اديني النهارده يا باشا افرح، وبعد كده نشوف بقى مانشستر يونايتد. احنا ما بنفرحش كل يوم مع الفريق ده وقدام ليفربول وفي الالف ده من 2015 ما كسبناهمش يا راجل. فزي الفل قوي قوي قوي. انا كنت زي ما بقول لك انا كنت متفائل جدا من اول اليوم، وعمال ابعت لكل الناس اللي اعرفهم اللي هتتفرج على الماتش والله العظيم هنقطع ليفربول، هنشيل ليفربول في شوان. وحد كان بيقول لي يا عم تنيل بقى تنيل واسكت. وانا زي ما بقول لك انا عندي ثقه في هذا الفريق قدام الفرق الكبيره، قدام الفرق الصغيره والله ما عندي ثقه. فبس كده دي كانت حلقه النهارده، حلقه انا بصراحه مبسوط جدا، وبقالي بصراحه 3 ماتشات عايز اعمل الحلقه دي، ولكن اقول لا استنى شويه لما يبقى في حاجه ان انا اطلع اتكلم عليها. مش هطلع اتكلم قدام فريق صغير اللي هو عادي ان نكسبه. النهارده ماتش كويس جدا، عملت ماتش هايل بيتراجع عليك، وتقريبا دي اول مره من سنين طويله قوي ان مانشستر يونايتد يخش في جون من فريق كبير وما ينزلش الارض مانشستر يونايتد ويجيب هو الهدف الثاني وهو اللي يطلع كسبان من الماتش. اعتقد دي ما حصلتش كتير. انت دايما بيخش فيك الهدف الاول وكل سنه وانت طيب الدنيا بتبوظ منك تماما. لا النهارده انا شفت حاجه مختلفه جدا. انت دخل فيك الجول، ليفربول فائت وضع طبيعي، انا بلعبها في وسط جمهورها، ولكن انت برضو ما استسلمتش. انت برضو مش قلت اللي هو لا خلاص انا خسرت الماتش، انت كملت وجبت ضربه ركنيه وجبت منها الهدف عن طريق هاري ماجواير. وزي ما بقول لك انا عاجبني اموريم جدا، وعاجبني ان عمال يطلع في الصحافه كل شويه ان السيرجن راتكليف واثق فيه جدا وهيديله مهام وهيديله وهو في ظهره ومكمل، واللي بيطلع يقول لك ان الفريق ده عشان يتبني مع اموريم والكلام ده لسه محتاج له سنتين كمان. كل دي تخلي المدرب برده كويس جدا، وهادي اللعيبه كمان خلاص يعرفوا ان المدرب ده لا المدرب ده مكمل معانا، فلازم نفهم ولازم نلعب كويس. كل دي كانت ضغوطات على اللعيبه والمدرب انت هديتها من عليهم تماما. بتقدر بقى تشوف ناتج الثمار في الحته دي، زي ان انت تكسب ليفربول، ان انت تعمل ماتش كويس في الماتشات اللي فاتت. بس كده انت رجعت الحلقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم تفعلوا زي الجرس تحت الوصف كل مواصفات بتاعتنا. شوفوا الفيديو ده على خير، يا رب كلكم سعيد. كان معكم شادي اشرف قناه الكوره بالشوال. يلا سلام.